السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اهلا متابعينا ومتابعين قناه راي عام. انتم معايا ولا مع الاسف؟ لو مع الاسف يبقى على الله حكايتنا، ولو معايا يلا نكمل الفيديو. هنتكلم عن اخر اخبار شيرين. خروج شيرين عبد الوهاب من المستشفى ومحاميها يكشف التفاصيل. قال المحامي ياسر قنطوش لاحدى المواقع الاخباريه ان شيرين عبد الوهاب غادرت المستشفى يوم الخميس وحالتها الصحيه جيده. وقال قنطوش وهو المحامي الخاص بشيرين انها محتجزه في المستشفى النفسي بدون رغبتها، وهناك قرار من وزاره الصحه بأن حالتها لا تستوجب العلاج، ومع ذلك تصر إدارة المستشفى على احتجازها على أنها تعالج برغبتها واختيارها. وسبق أن قال مسؤول بالمجلس القومي للصحة النفسية أنه تم رفع تقرير كامل عن الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب إلى وزارة الصحة والسكان، متضمنا تفاصيل حالتها الصحية في الوقت الراهن. وطلبت شيرين عبد الوهاب من محاميها الخاص ياسر قنطوش ضرورة اتخاذ الإجراءات الخاصة لخروجها من المستشفى، مؤكدا أن حالتها الصحية قد تحسنت. وقالت شيرين عبد الوهاب في التسجيل الصوتي: مساء الخير استاذ ياسر، من فضلك تعمل اي حاجه عشان تخرجني من المستشفى، لانهم مضوني على ورق انا مش عارفه ورق ايه ده، وانا عايز اخرج من المستشفى، وانا الحمد لله بقيت كويسه وكملت علاجي وبقالي 20 يوم هنا، فعايزه اخرج من هنا ضروري. وللتوضيح قد اجازت الماده 12 من قانون رعايه المريض النفسي للوالدين او الوصي او القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية أو فاقدها للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية، ويبلغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال يومي عمل من تاريخ الدخول. وفي تصريحات سابقة قال الدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس الأمين العام السابق لأمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة أن هناك احتياطيات واضحة في القانون، من أهمها أنه إذا كان المريض يشكل خطورة على نفسه أو الآخرين يمكن إدخاله بغير رغبته، بشرط أن تأتي لجنة من وزارة الصحة وبالتحديد المجلس القومي للصحة النفسية للتأكد من أن الشخص مريض ويشكل خطورة على نفسه، وهذا لحماية المريض من نفسه. وشدد على ضرورة إبلاغ المجلس القومي للصحة النفسية بهذه الحالة خلال 24 ساعة من دخول المستشفى للتأكد من صحة الإجراءات والتشخيص والعلاج. وأوضح رامي أنه في كل تلك الخطوات يتم إخبار المريض وإطلاعه على ما يتم تنفيذه، لأن هذا حق من حقوقه. وحال إعلان لجنة وزارة الصحة أن حالة المريض لا تستدعي دخوله المستشفى عنوة تصدر أمرا بخروجه على الفور وإحالة المنشأة الطبية للتحقيق. بتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وكومنت وشير. شكرا جدا ليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.